هذه أبرز العناوين. هازارد: المغرب نعرفه بشكل أقل. يمتلكون لاعبين رائعين. تشيلسي يرغب في التعاقد مع رابيو مقابل السماح بانتقال زياش إلى يوفنتوس. طارق ذياب يتوقع خروج المغرب وتونس والسعودية وقطر من الدور الأول لكأس العالم. جديد مسلسل حمد الله مع عقوبة الإيقاف. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة ينهزم أمام ليبيا ويعجز عن التأهل لكأس إفريقيا. أول علامة كاملة لصابيري بالكاشيو. إليكراكي يطمئن على عبد الأصمد الزلزولي. أدلى إيدين هازارد لاعب المنتخب البلجيكي بدلوه فيما يخص المجموعة السادسة من كأس العالم قطر 2022 والتي تضم الشياطين الحمر إلى جانب المغرب، كندا وكرواتيا. وقال هازارد في تصريحه لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: كندا والمغرب نعرفهما بشكل أقل، ولكن سيكون لدينا الوقت للتعرف عليهما جيداً. وأضاف: المنتخبان يمتلكان لاعبين رائعين. في المغرب يوجد حكيمي، وبالتالي فإن هناك الكثير من الإمكانيات في فريقهم أيضاً. واختتم: على أي حال لا يتأهل إلى نهائيات كأس العالم سوى المنتخبات القوية. ذكرت تقارير إخباري بريطاني أن نادي تشيلسي يرغب في عرض خدمات اللاعب المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في صفقة مبادلة مع لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو. وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطاني أن تشيلسي يريد الاستفادة من اللاعب الفرنسي رابيو مقابل السماح بانتقال زياش إلى بيانكونيري. وأصبح الدولي المغربي خارج حسابات تشيلسي هذا الموسم بسبب مشاركته في 3 مباريات فقط، خاض 120 دقيقة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم تمكنه خلالها من تسجيل أو صناعة أي هدف. يذكر أن زياش يرتبط مع تشيلسي بعقد يمتد حتى يونيو 2025، ويرغب في التوصل إلى حل مع إدارة النادي للرحيل في فترة الانتقالات الشتوي المقبلة والانضمام لفريق جديد يمنحه فرصاً أكبر للعب. أدلى اللاعب التونسي السابق طارق ذياب برأيه في المنتخبات المرشحة لعبور دور المجموعات إلى دور ال16 لكأس العالم قطر 2022، بما في ذلك توقعاته للمجموعة الأربعة التي تضم المنتخبات العربية قطر والسعودية تونس والمغرب. وتوقع ذياب خروج قطر والسعودية من الدور الأول، وتأهل كل من هولندا والسنغال عن المجموعة الأولى، والأرجنتين وبولندا عن المجموعة الثالث. هذا ويعتقد النجم السابق للكرة التونسية إقصاء منتخب بلاده مبكراً مقابل صعود فرنسا والدنمارك عن المجموعة الأولى. وختم ذياب توقعاته حول المجموعة السادسة والتي تضم المغرب، مشيراً إلى أنه يرشح كرواتيا وبلجيكا للتأهل إلى الدور الثاني. أيدت لجنة استئناف الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار لجنة الانضباط برفض تظلم نادي الرائد حول قانوني مشاركة الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في مباراة الفريق أمام الاتحاد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. وحسب صحفي الرياضي السعودي، فإن لجنة الاستئناف رفضت احتجاج الرائد على مشاركة حمد الله في هذه المباراة، وهو قرار غير قابل للاستئناف، ليتم طي صفح هذه الأزمة التي دامت لشهر كامل. وكان فريق الرائد قد تقدم بمذكرة احتجاج إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مع فريقه الاتحاد، بعدما صدرت في حقه عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر وغرامة مالي، قبل أن يتم إسقاطها من قبل محكمة التحكيم الرياضي. عجز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة عن التأهل لنهائيات كأس إفريقيا التي ستقام السنة المقبلة بمصر، بعدما خسر اليوم ب1-0 ضد ليبيا في ثالث لقاء برسم نهائيات كأس شمال إفريقيا المقامة بأرض الكنان. ولم تتمكن كتيب المدرب محمد وهبي من ضمان بطاقة العبور التي خطفها المنتخب التونسي عقب تعادله المجنون ضد نظيره الجزائري ب4 أهداف لمثلها
ليتصدر تصفيات شمال إفريقيا ب7 نقاط، مستفيداً من خسارة أشبال الأطلس. برسم مؤخر الدور 11 من بطولة سيري إيه الإيطالي، انتهت قبل قليل مباراة كريمونيزي وسامبدوريا بلاعبه المغربي عبد الحميد صبيري، حيث فاز فريق الدولي المغربي ب1-0، وهي نتيجة جيدة بالنسبة لسامي بدوريا الذي عانى من النتائج السلبية في الدورات السابق. وسجل سامبدوريا هدف الفوز في الدقيقة 78، حيث دافع زملاء صبيري على هدفهم إلى نهاية المواجهة. وغادر عبد الحميد المباراة في الدقيقة 60 حاملاً معه إنذاراً تعرض له في الدقيقة 30. وهذا أول فوز لسامبدوريا الذي غادر رتبته الأخيرة متموقعاً في المركز 18 ب6 نقاط. وليد يضع عند كل خبر يهم أحد أسود المونديال يده على قلبه. الزلزولي آخر من اكتووا بلهيب الإصابات أمام جيرونا وقد غادر المباراة باكراً وباكياً. الكراكي تواصل مع لاعب أوساسونا للاطمئنان عليه بعد تلك الصور والمشاهد، وقد زال الهلع والخوف، ووضعي اللاعب أخف مما كان متوقعاً بعد الكيفية التي غادر بها اللاعب، وقد أقلقت حتى مدربه. الزلزولي اليوم هو قطعة أساسية جدا هامة في القائم المونديالي، ودون أن يتأخر في ولوج الأجواء قدم مؤشرات ذلك من خلال تألقه في ودية الشيلي وباراغواي وفي مباريات الليغا، وخاصة أمام الريال في برنابيو. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.